السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبايبي وإخواتي وأصحابي في الله؟ ربنا يخليكم ليا. عاملين إيه؟ وحشتوني. بقول لكم أنا كده في اليوم دوت، كان يوم الجمعة، كان امبارح على فكرة يا جماعة. فطبعا أنا عندي ابن أختي، يعني كان في مشاكل معاه في حياته، والدنيا كانت يعني بايظة والكلام ده كله. فيا دوب لسه واخد شقة ومستقر هو ومراته وعياله. ربنا يوفقه يا رب. كانت الدنيا بايظة معاه قوي. ففرحان يا عيني بالشقة. كنت بقالي يومين مع مراته بفرش معاها والكلام ده كله. فطبعا مصمم ان انا هروح. هو عازم اخواته يوم الجمعة النهاردة. فالمفروض انه عمال يقول لي تعالي تعالي، او اتصل بيا انا مستنيكي. انا من النوع البيوتي شويه، يعني في البيت ما بحبش انزل. فطبعا حبيبه قامت الصبح قبليه من النوم، قامت روقت الشقه وصبنت المواعين وروقت المطبخ والكلام ده كله. فالاوضه اللي انا كنت نايمه فيها طبعا مش هتخش تنور وتروق فيها. قلت لها سيبيها لما اصحى انا هعملها. فانا قمت كده هو تروق الاوضه دهيت. كمان ايه، في تسريحه بتاعتي كانت عند والدتي، فكانت ركناها ما بتستخدمهاش. فانا قلت انا محتاجاه عشان احطها في اوضه النوم. تمام. محتاجه احطها في اوضه النوم. ليه بقى؟ يعني الادراج بتاعتها ما شاء الله واسعه وكبيره. احط فيها الطرح مضايقاني قوي في الدولاب. يعني جايبه الشماعه بتاعه الطرح دي برضو، حاسه يعني مبهدله الدولاب ومنعكشاه، والطرحه بتوعه كل ما احتاج طرحه. حاطه في كل دوريايه اللي هي كل عين في الشماعه، حاطه فيها طرحتين تلاتة. كل ما اجي اسحب طرحه الاقيها وقعت في الارض. فمضايقاني. فقلت بقى لا، اجيب التسريحه ديت وبتاع. ده غير ان والدتي عندها تلفزيون. قلت لها انا بحب اقعد في اوضه النوم في الشتاء، يعني وكده بتحملش الشتاء في الصاله عندي وكده. غير ان الركنه اللي عندي ما يتقعدش عليها بصراحه. فاديتهوني وقالت لي ابقي خديه. طبعا عايزه احطها، هحط التسريحه وهحتاج الادراج بتاعتها هستخدمها. منها استخدم الادراج يعني، ومنها احط عليها التلفزيون واشغله في اوضه النوم. كده بقى ايه، انا قلت لحبيبه طب انا عشان اجيب التسريحه واحطها في اوضه النوم، التسريحه كبيره. السجاده اللي محطوطه عند باب الاوضه اللي هي الكبيره ده ايه، لو دخلت التسريحه هضطر احطها عليا كده. السجاده جايبه من اول السرير لغايه الحيطه. طبعا التسريحه تقيله. مش كل ما نيجي ننفض السجاده او نحتاج نشيلها هنضطر نشيل السجاده دي كلها، نشيل قصدي التسريحه دي كلها عشان نشيل من تحتها السجاده. قلت لها لا، احنا هنشيل بقى وهنفض وهكنس وهمسح الاوضه وايه، وادخل التسريحة جوه. هو بص، هو الحلقة دي فيها حاجات، يعني حاجات عكس بعضها كتير. في حاجات هتحصل فيها كتير. المهم ايه، فطبعا انا ايه قلت اقوم اروق الاوضه وانفضها واحط المشاية. شلت السجاده اللي هناك دي، هكنس كده اهوت. هي الأوضة بصوا يا جماعة، اللي خلاني شلت ونفضت وكنست كمان الأستاذة عيشة. ده الأستاذة حبيبة هي اللي راحت شبطت في قصب وجبت لها قصب. طبعا الحبيب عيشة بقيت أقشر لها وخرطوا لها حتت صغيرة عشان سنانها صغننة ما تتحملش القصب الكبير ده. فبقيت أخرطوا لها بالسكينة عشان نفسها فيه. أهي ماسكة حتة في إيديها أهي. فطبعا بقيت تاكل ولقيتها ايه، رامية رامية قصب جنب السرير. فشلت بقى كله وكنسته وبتاع والكلام ده كله. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات اهو. كنست اهوت. فهجيب بقى ايه، هجيب بقى برضو الشرشوبة، الشرشوبة بالجردل بتاعها. وهمسح برضو الأوضة، همسح معاكم الأوضة. بس فهو دوت. طبعا خلتني الأستاذة عيشة كانت نايمة جنبي. قامت الصبح خلتني نايمة مش واخدة، والأستاذة حبيبة قاعدة في الصالة مش واخدة بالها. فراحت رايحة فتحت التلاجة، وراحت واخدة بطرمان العسل، وراحت رايحة على الدولاب وتاخد من بطرمان العسل الأبيض وتحط على الدولاب. عكت الدنيا عسل. عكت الدولاب بصراحة، بس المراية بتاعته. طبعا حبيب مساحتها كده مش شايفة لأن طافية النور عشان أنا نايمة. انتي منورة النور ليه اما هو الدنيا نهار؟ لأن أنا الشباك بتاع أوضة النوم يجيب دبان، بيجيب دبان كتير. حبيبة خلتني مش واخدة بالي برضو، راحت فتحته. اتفاجئت وانا بروق ان هي فتحته. بس كده اهوت اهو. او على طول يعني ايه، هي الاوضه مش مبهدله أوي، بس هي حبايبي مسحت على قد ما تقدر المرايه، وانا هكمل عليها يعني نظافه تاني. كده اهوت. انا طبعا الاستند جايب الجزء اللي هناك كله.
اما الحته اللي ما بين السريرين دوت او كده، في السرير اللي بقعد دايما افتح بس وابقى قاعده عليه، اللي هو اللي جنب التاني ده. تمام كده بقى انا بمشي بالشرشوبه على طول، الارض ما فيهاش حاجه، بس عشان القصب الاستاذه رمتهولي في الارض بس، وعشان كمان لو في نقطة عسل ولا حاجة مكانها، مكان عيشة، بس أنا متأكدة إن مفيش عسل وقع في الأرض يعني، كنت شفته، بس يعني زاد التأكيد. شلت السلة اللي في الأوضة كده اهي كده اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. طبعا أنا كنت والله عايزة أصور لكم برضو واحنا بنفرش شقتها، شقة مرات ابن أختي، لأن أنا قعدت يومين كاملين من الصبح لغاية بالليل متأخر كنت ببقى معاها وكده، وكنت عايزة، وانا اللي رصة النيش والكلام ده كله كنت عايزة اصور لكم، بس كل اللي هناك كلهم مش عايزين ايه، مش عايزين حد يصور، فاهميني، مش عايزين يطلعوا يعني في الكاميرا وكده. بس فانا كده هوت هجيب بقى ايه المشايات، هحط كده طريقة ان انا احط، انا بحبش نوع السجاجيد تبقى محطوطة تحت الحاجة، بحبها تبقى حوالين العفش كده، ما تبقاش في سجادة محطوطة تحت حاجة، فاهمين يا جماعة، ما بحبش كده. طبعا ادي حتة القماشة اهيت انا حطيت فيها مية باريال، وهبتدي ايه المع الكوميدينو. تمام. والسرير اهوت، طبعا دي بلوزة كبيرة قطن، انا بتمسح وتنضف التراب، انا مش محتاجينها يعني هنرميها، فانا يا دوب هنفض بيها وامسح بيها التراب ده وخلاص. بس كده اهوت مسحت السرير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وكده بقى همسح ايه المراية، هي المراية حبيبة مسحها، بس انا برضو ايه همسحها تاني بمية باريال بالقماشة، ولمعتها كويس قوي بالحته الناشفه، انا كده مش بله البلوزه دي كلها، يعني بله منها حته باريال والحته التانية عشان انشف فيها كده، لمعتها بقى مسحتها ولمعتها بقت زي الفل وبتلمع. هفرش بقى المشايه دي، هي المشايات يا جماعه مش متناسقه مع بعض، بس ايه اللي موجود احسن من البرد والكلام ده كله، اللي موجود عندي بصراحه، المتاح عندي بفرشه، لان إيه يعني قله الحاجه هي اللي وحشه، بمعنى يعني لو ما فيش سجاد خالص في البرد ده طبعا هو اللي وحش، يعني افرش دوت ولا ما افرش، لا كده طبعا افرش. طبعا معايا طفلة صغيرة، ادي التسريحة هي، فين المراية بتاعتها دي ضايعة من زمان، كان السبب ابو حبيب الله يرحمه بقى. بس هي اهي، امسكها بقى مليانة تراب، همسكها امسحها والمعها. طب ما لمعتهاش بره ليه؟ مش عارفة بصراحة، بس هي يعني ايه مش مليانة تراب للدرجة يعني انها هتبهدل مكانها، لا همسكها امسحها برضو والمعها اهي كده، امسكها المعها، هي مليانه بس تراب شويه، بقالها كتير قوي مركونه عند والدتي، ووالدتي ما بتستخدمهاش فركناها، فايه بيجي عليها تراب. حطيت لها ميه باريال تاني على القماشه، ومسكتها لمعها ولمعها كلها من بره ومن الجناب اهي. هي ما شاء الله بتنضف بسرعه. اوضه النوم بتاعتي دي يا جماعه اللي عاملها ابو حبيبه استرجي، استرجي بمعنى ان هو اللي كان بيدهن اوض النوم، وجدها ابوها نجار، فهو اللي عامل الاوضه دي عموله، وابوها هو اللي دهنها الله يرحمه. بس بصوا كده، كده لمعتها وبقت زي الفل خلاص كده، وفرشت المشايه. اجيب بقى السجاده اللي جوه دي هفرشها، اللي هي ما بين السريرين. هتقولي ما تفرشي دي هنا، ما قصيره يعني دي، هتقولي افرشيها هنا في الناحيه التانية، مش هينفع ليه قصيره، مش هتجيب من عند الدولاب لغايه الحيطه خالص، مش هتجيب قصيره. دي بقى افرشها في النص كده عند الدولاب. خلاص خلصت كده الأوضة بقت زي الفل. تمام. انزل بقى ايه، هننزل مع بعضينا كده نروح عند ابن اختي، بس يعني عاملين ايه يا هنروح حبايبي؟ وهاجي على طول برضه، رايحين لان فين كده؟ احنا ما معزومين يا ينفعش جماعه اعوق. عند ابن اختي. عايزه اقول لكم كده احنا رايحين هناك، وقال لنا تعالوا لسه رايح شقه جديده وفرحان بيها. سلمي يا حبيبي. ايوه عيشه اهي يا ايدوشه، عيشه قول لهم باي، اديهم بوسه.
جمبوسه بايدك. هو ده فيها شيبسي. دي فيها شيبسي، دي التانية اللي انت ماسكاها بيها. احنا كده طالعين عنده، قاعد بقى قلت له يا ابني انا ما بحبش انزل من البيت والله، راح قايل لي لا والله لا تيجي، والله لا تيجي يا خالتي، لازم تيجي الكلام ده كله. المهم اهو بص هو طبعا عازم اخواته برضه، ولازم تيجي يا خالتي وكده. بس كده ده ابن اختي التاني، ودوت اللي هو ابوه عازمنا. بوزي قول لهم باي. باي. اللي جابك عندنا. ده بقى ابن اختي الحمد لله. اهو. قول باي يا حبيبي. خدي يا توبس، خدي تعالي ماسك، قولي لهم باي. جمبوسه جمبوسه، قولي باي. احنا طالعين له فوق كده دلوقتي ان شاء الله، ونطلع فوق بقى ايه. أبقى افتح الكاميرا تاني سريع. اهلا عاملين ايه؟ اهلا ازيكم اخباركم؟ لسه بقول عامله له ايه يا بنت؟ عامله ايه؟ جيت اهو. عاملين ايه؟ بصوا بقى كده لسه دخلنا اهو هيشوي فراخ. بصوا قلت اصور لكم الاكل على فكره. هيشوي فراخ. بس انتوا هتعملوا حاجه تانية غير الشاوي؟ بسم الله ما شاء الله، ورونا كده. الله 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 الله، اللهم صل على النبي. ايه العسل ده؟ إيه الحلويات دي؟ هاتلها السلطات وعملنا ملوخيه. الله، والملوخيه. وانتم ملوخيه؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى انا اوريكم حاجه يا عيال. كده بقى انا جيت على البيت، قلت الحق اعمل اكل عشان احمد هيجي بالليل. طبعا احنا اتعشينا عندهم هناك، فاهمني. جيت بقى قلت اشوف بقى اعمل اكل للاستاذ احمد. كنت سايبه غسيل في الغساله، جيت لقيته مخلص، رحت شايلاه. والهدوم اللي هي السمراء، البناطيل بتاعت احمد، والجيبه بتاعت حبيبه الكحلي بتاع المدرسه. فلميت الهدوم السودا كلها هحطها مع بعض، واسدال كحلي مش عارفه ايه، وتيشيرت المدرسه بتاع حبيبه. فكلهم هحطهم دلوقتي في قلب الغساله واشغلهم، وابتدي انا دلوقتي اعمل بقى الاكل بتاع بتاع الكابتن احمد عشان يجي يلاقي اكل. طبعا انا كده بادئه، انا سهرت هناك، فهو انا احمد بيجي متاخر اصلا. فكده انا كنت محضره بعض الحاجات قبل ما انزل وحطها في التلاجة. فقلت بقى لما اجي اروح محضره واروح مسويه على طول. طبعا يا جماعه انا كنت قايله لكم عايزه اعمل لكم الرقبه بتاعه الفراخ. طبعا الرقبه اللي انا هعملها دي مشكلتها في حاجه معايا، ان هي اللهم صل على النبي صغيره. تمام، صغيره بمعنى ايه؟ الرقبه بتاعه الفراخ اللي بنجيبها من عندي بتاع الفراخ بتبقى كبيره شويه عندي كده. انا مخرطه بصلايه، انا هعمل كده بطاطس، صينيه بطاطس ني في ني. بمعنى ني في ني عشان ما تبقاش حاميه والدنيا ليل، فاهمني. ده كده حته فرخه عيشه مش بتاكل الرقبه والكلام ده، مش بتعرف تاكلها زينا. فرحت حاطه لها حته فرخه مع البطاطس. ماشي كده بقى حطيت القوطه على يعني انا مخرطه بصلايه حلقان تحت في قاع الصينيه، ومخرطه برضو البطاطس حلقان، وحطيت عليها حته الفرخه بتاعت عيشه، وحطيت حبه كمون، وهحط حبه فلفل اسود زي ما حضراتكم شايفين كده على الوش، ومكعب مرق الدجاج كده. بسم الله ما شاء الله، اهو كده اهو مكعب مرق الدجاج. واروح حط عليها حبه ملح، بس احط السمنه الاول عشان ما تسحش وتبقى في حته واحده وهي عماله تغلي، عشان ما تبقاش السمنه في حته واحده. انا عايزاها تبقى متوزعه في الصينيه كده، تغلي وتنزل لتحت، فاهمني. بس كده احط بقى حبه ملح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. انا حطيت شكل الملح في الاول. المهم كده هو بقى هنيجي نحشي معاكم الفراخ اللي هي الرقبه اللي قلت لكم عليها كده اهوت. انا بس عشان ما اطولش عليكم في الفيديو دول كده اهوت. بصوا شوفوا، هتشوفوا دلوقتي انا بحشيها ازاي. بصوا انا قافلاها من تحت بالخيط، تمام، قافلاها من تحت مكان ما بنقطع الرقبه من الفرخه، فاهمني. قافلاها بخيط من فوق بقى، بحشيها من فوق من عند الرقبه من فوق. بحشيها رز. ايه الرز اللي بصلصه ده يا جماعه؟ ده رز محشي. انا جربتها بالرز
والقوانص، يعني رز عاملاه بالقوانص والكلام ده كله والبصل. ما عجبتش عيالي، عملتها دقوها عند حد بالرز بتاع المحشي، عجبتهم طعمها جدا، عجبتهم. او وانا فعلا لما قارنت ما بين الفريك او ما بين الرز او ما بين الرز بتاع المحشي، لقيت طعمها احلى. بصوا كده اهو، اهو بصوا، هي مقفولة من تحت مكان ما مسكت الاول. بصوا هنا اهي، انا كده بحاول ايه، بلاقي فيه بتبقى الجلد ماسك في بعضه من جوه، فبوسع مكان للرز عشان لما احشيه يبقى فيه مكان للرز. اهو كده اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. اهي هتشوفوها، اوريها لكم دلوقتي كلها بعد ما اخلصها. بصوا اهي جميله. بس عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها خرافه. ده حمام الغلابه يا جماعه. ده حمام الغلابه اللي بيقولوا عليه، فاهمني، اللي رقبه دي. بس عايزه اقول لكم والله العظيم طعمها في منتهى الجمال، طعمها تحفه. جربوها بس كده، طعمها حلو قوي. ما تقفلوا الرقبة من الاتجاه وتحشوها من اتجاه، بس انا بفضل انكم تحشوها من الناحية الضيقة، الناحية الصغيرة، مش الناحية الواسعة اللي مكان ما بنقطعها بنفصلها من الفرخة، لا، من الناحية التانية. وهتشوفوها دلوقتي وهتعجبكم جدا. كده بقى انا حطيتها على البوتاجاز، وهولع بقى على البطاطس على العين اللي جوه، وهعمل الرز على العين اللي بره كده. على ما البطاطس تاخد سواها وعلى لما الرقبة تستوي، يكون الرز رخر اتعمل واستوى، وكله يطلع مع بعضه سخن ولسه معمول. احمد كده كان رن عليا قال لي انا كمان نص ساعة وجاي. تمام كده هعمل بقى الرز. اهو حطيت السمنة، انا فكرة حتة السمنة دي طلعت قليلة، حطيت تاني. انا عاملة بتاع نص كيلو رز، لان الدنيا ليل واحنا ايه، مش هناكل ازيد يعني، حلو على قدينا يعني. انا ما بحبش ازود عشان ايه، ما يترميش منه حاجة، حرام، حاجة غالية وحرام ان احنا نرمي من الحاجة او كده. بص ده كان كيس شعرية، جايبة 4 كيلو شعرية قبل كده، اللي كان جايبه لي يا حبيبة مع اللسان العصفور لو فاكرين. فاض منه حبة، فرحت حطاهم وحط عليهم شوية من كيس الشعرية. حبيبة راحت جابت لي التموين، فجابت لي معاه كيس شعرية، فرحت حاطة منه حبة. تمام كده بقى ايه، حطيت الشعرية حمرتها، وحطيت معاها حبة ملح. كل ما احط المعلقة لازق فيها ملح، افكر ان هي مليانة ملح، اطلعها الاقيها فاضية. ومكعب مرقة، هقلبهم شوية لغاية المية اللي مكان غسيل الرز تنشف، فاهمني، لمدة دقيقتين كده، انشف منه المية خالص، واكون محضره له مية سخنة اهي كده على طول، ما شاء الله يبقى زي العسل. بس هدوقه بقى، شوفوا كده هو ملحه تمام تمام. بس عايز حبة مية، احط له حبة مية بس كده. احط الغطا ده بتاع الحلة دي، واحط غطا تاني للصينية بس كده. كده بقى انا ببص على الرقاب استوت ولا لا، احسن تفرقع مني ولا حاجة، لو زادت في السوا هتفرقع مني، وانا مش عايزاها تتبهدل بصراحة. كده اهوت تمام. هطفي عليها، ده بعدها بشوية على فكرة، مش بساعتها، ان انا منتش، تخلوا في بالكم. بس اهو كده اهوت استوت بقى، فنقلتها على العين اللي بره. تمام، هرجع انقل الطاسة دلوقتي على العين اللي بره عشان تبقى باينة في الكاميرا اكتر. هنقلها لكم بره الناحية التانية. كده بقى انا بصفيها من الشوربة واطلعها. انا سبتها ما بردت على فكرة شوية، ما طلعتهاش وهي سخنة قوي. بصوا كده اصفيها بقى. عايزه اقول لكم احمد وحبيبه وعيشه بيحبوا لا عيشه لا يا رب، احمد وحبيبه وانا بنحب الرقبه دي جدا قوي. طعمها في منتهى الجمال، والله العظيم يمكن طعمها احلى من الحمام، بجد والله بدون مبالغه، طعمها احلى من الحمام حرفيا. هبتدي كده احطهم في الطاسه، الزيت سخن فهحط بقى في الطاسه اهي كده.
عشان بقى الفراخ انتوا عارفين انها بتفرقع والكلام ده في الزيت. هحطهم بسرعة في قلب الطاسة بسرعة، واروح ايه مغطية عشان الفرقعة ديت، عشان جابت زيت على ايدي مرتين واتلسعت، اضطريت كده انا احطها واروح مغطية بقى بغطا. اشيل دي بقى واحط ايه الطاسة التانية، الطاسة على العين دي عشان تبقى باينة اكتر. وهحاول اقرب لكم من الكاميرا ليها عشان تشوفوه اهي. بصوا كده اتحمرت، هطلعها بقى. عايزاكم يا جماعة بالله عليكم ما تنسونوش في اللايك والسبسكرايب وتنشروا لي بالله عليكم يا جماعة، بالله عليكم. ما تنسونوش في اللايك. اي على فكرة تحفة، على فكرة يا جماعة والله جميلة، جربوها. ودي صينية البطاطس حطيتها في الفرن لسه مطلعاها. احط الرز معاكم. انا بس بحاول ايه عشان البتاع جايب العتمة بتاعة التليفون على الستاند جاية على الاكل. هحاول برضه اوريكم الرقبة لانها جميلة بجد تحفة. وما تنسونوش في اللايك يا جماعة، وقولوا لي ايه رأيكم في الاكلة دي. ما تنسوش تقولوا ايه رأيكم، وباي باي واشوفكم على خير ومع السلامة حبايبي.